السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير وفي احسن احوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منكم والاموات انك انت سميع مجيب الدعاء. هعمل معاكي النهارده فكرة. هي الفكرة موجودة بس متجزأة على اليوتيوب، لكن كون ان هي تكون متجمعة كده ديت لأول مرة. ايه بقى اللي فيها الفكرة ان انا دلوقتي واحدة جايبالي فستان سواريه وقالت لي انا عايزه اعمل له كم. طيب تمام. الكم هنا حبيبتي. طب ازاي؟ قالت لي ما اعرفش، اتصرفي. طيب الكم هنا فيه بيتونج، يعني شايفيني كده في بيتونج. مش عارفه هي كده باينه ولا ايه، بس طب انا حاولت ان انا ابينها على قد ما اقدر. هي بانت كده اهيت. تمام. طيب انا هعمل ايه؟ هقولك هنعمل ايه وسهله ان شاء الله. تمام. طيب انا عندي هنا القماش الاول. هنا المفروض ان ديت فيها نسيجها بالطول، ودي نخلي بالنا منها. هي جايبالي هنا قماش. المفروض ان النسيج بتاعه عرضي، بس هنا يعني تقدري ان انتي تستخدميه الطول عرض والعرض طول. تمام. المهم بحيث ان انتي تخلي نفس النسيج طول الكم بالطريقه دي. طيب انا هعمل ايه؟ انتي هنا مبتدئه وما انتش عارفه، فهنعمل ايه؟ لازم تاخدي هنا مقاس الكم. بتجيبي الكم بالطريقه دي، ده هنا كمان هو اوف شولدرز. تمام. بترجعي ده كده لورا وتاخدي الخياطه. فين الخياطه؟ اهي. هتمسكيها من هنا وابتدي ان انا هريح كده قدامي الكم واظبطه. هنا في داخل 1 سم لجوه عشان يريح منطقه الصدر. طيب انا مش يعني انا لسه مبتدئه وخايفه اعمل حاجه زي كده، ممكن الدنيا تبوظ مني. طب اعمل ايه؟ انا هجيب ورقه وهحطها تحت الكم بالطريقه دي، وهبتدي ان انا هاخد دوران الكم بالمظبوط. بصي، هظبط الورقه دي كده. خلاص انا كده خدت طول الكم بتاعها وعارفه طول الكم بتاعها قد ايه. ديت انا عامله هنا ده نص كم، يعني نص الباترون بتاع الكم. ليه انا عملت كده برغم ان انا بعرف اخيط وكل حاجه؟ لا، انا هقول لك ليه. احيانا انا معايا القماش عايزه اوفر منها برضو، انا مش عايزه اخدها كلها، فانا هاخد هنا الدوران بنفس الدوران كده وادخلها لجوه شويه، وابتدي ان انا هرسم الدوران بتاع الكم اهو. بصي هتلاقيه مظبوط معاكي اهو. انا عملت الخطوه دي بحيث ان انا اوفر عليكي. تمام. وخدت طول الكم اللي انا عايزاه. خلاص. انا هنا عندي ريجه عملت بيها خدت دوران الكم بالطريقه دي كده بالطول اللي انا عايزاه. خلاص كده. طب انا ما عنديش الريجه، باخد خط كده مستقيم على طول واجي كده من نص الباترون، يعني عارفه بحاول ان انا اخش بس 1 سم كده بدوران، بحيث ان الدراع نفسه من هنا فيه يعني بص المنطقه دي مش جايه كده، دي جايه فيها تجويفه كده. خلاص. هبتدي هعمل ايه؟ هجيب القماش بتاعي وهتنيه. هاخد الاول طول الكم بتاعي انا كنت هقص ده ورجعت قلت طب ما بدل ما انا اقصه، ما انا ممكن هاخده دوت في التانية لجوه عشان ما بقاش واخده اتنين في بعض كده، يبقى شكلها مش حلو وممكن تبوظ لي المكنه. طب انا هعمل ايه؟ هاتني القماشه
انا هنا سويت القماش زي ما انا عايزه، وتخلي بالك ان ميبقاش فيه عبعبه، بحيث ان هو دوت ده المفروض ان يبقى قدامه جزء تاني يتفرد. تمام. فانا هنا عملته زي ما عملته نص، فهنا الطبقه 4، ادي واحده، ادي التانية، وادي 2 تحت اللي هو بتاع الكم، كل 2 بكم. تمام. وهبتدي ان انا هحط كده من عند الاول. انا هنا سويت القماش لحد ما ايه، هو المفروض ان انا واخده بطول ده الطول اللي انا عايزاه وزياده الخياطه كمان. انا هنزل كده السيكه لتحت كده زي ما بيقولوا. تمام. هدبسه عشان اعرف اوريهولك عشان ما يلفش تاني مني. اهو يا حبيبتي. طبعا ميزه الباترون ان انا زي ما قلت لك كده، انا بعرف اقدر احرك القماش واقدر اعمل اللي انا عايزاه، واقدر يعني اوظف قطعه القماش اللي عندي لو انا محتاجه منها بقيتها. لكن ان انت تقصي من الفستان على طول للكم مش غلط، بس بحس انه مش بيدي النتيجه المظبوطه. هنا برضو انا واخده هنا مسافات الخياطه مع الباترون، لان هي الزبونه ده طبعا سواريه، وهي كمان طالباه يعني يا دوبك على القد. تمام. فهعلم وارجع لك. اه يا قمر، انا علمته بس العلام مش باين قوي لان هنا الماركه مش ماشي قوي فيها. تمام. انا هقص على طول. انت حاسه انك قلقانه، ادي كمان زياده لنفسك عشان لو في مشكله تعرفي تعالجيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احسن ما بين ايدينا. وتخليكي حساسه وانت بتقصي، لان ممكن القماش يتشد معاكي. قماشة السواريه دايما بتبقى حساسه زياده عن اللزوم، والمعامله معاها شويه بيبقى صعب. اه يا حبيبتي كده لازم تاخدي هنا حاجه اسمها فرطه او علامه، عشان لما تيجي تركبي ما تلاقيش الكم معاكي خلف كل دوت ومعاكي الباترون. يعني مش هعمل العلامه بعد الباترون، يعني ما اشيلش الباترون واعمل علامه. اهو حاجه بسيطه كده بس لا تذكر. ماشي. شوف ايه بقى الخطوه اللي بعد كده. انا هوريهولك هنا لان صراحه مش لاقي حد يصور معايا على المكنه. في حاجه بس كنت نسيت اقولك عليها، ان طبعا في الفستان السواريه زي ما قلت لك هو حارة 1 سنتي او 1.5 لجوه من الامام، علشان ما يبقاش فيه تجويف او فيه اللي هو الكسرات اللي هي بتبقى جايه من عند اللي هي من عند منطقه الصدر ديت. فانت هنا برضو حردت الكم كده جزء واحد، يعني اهوت خدت 2 اهمت وحردتهم برضو 1 سنتي عشان يبقى فيه امام وخلف. طيب بصي حبيبتي هخيطها ازاي. اهو كده اهوت، بصي القصير اهوت مع القصير والطويل اهو مع الطويل. تمام. هعمل ايه لما اجي هخيط؟ انا طبعا بعتذر عن صوت القطه، والله مش عارفه هي فين، من الشارع او يعني من المنور. تمام. هبتدي ان انا هحط هنا كده، بس هنا هخيط وش في وش، ودي خياطه اسمها خياطه انجليزي. هعمل كده، انا قلت لك وش في وش. معلش انا اسفه. ظهر في ظهر، يعني انا هخيط من هنا من على الوش، هخيط من على الوش حوالي جت بتاع نص سنتي اهي. انا هخلي ظهر في ظهر لما انا هخيط من بره، لو انا هخيط من جوه هيبقى وش في وش. تمام. هنا مش هينفع اعملها ظهر في ظهر طبعا، وش في وش، علشان ان انا مش هخلي الخياطه من جوه، عشان زي ما قلت لك هنا في بطانه، فمش هقدر اعمل فيها حاجه. يا اما هتضطري ان انت تفكيه كله من الاول، وده الموضوع ده صعب عشان تقفليه والكلام ده كله كانك بتفصلي من جديد. فهو طبيعي اغلبيه السوريهات بتبقى خياطه انجليزي اللي هي بالطريقه ديت. انا هخيط كده بس بخياطي يا دوبك على ايه، على نص سنتي. وعلى فكره لو ما عندكيش مكنه وانت حابه تعملي الموضوع ده في البيت مع السوريهات بينفع بفتله صغننه، وتكون السراجه صغيره هتجيب معاكي حلوه قوي. انا هخيط الجنب دوت وهرجع اوريكي. بصي حبيبتي انا حتى هنا حتى مثبته الكم مثبتاه بدبابيس برضه علشان ما يزحلقش مني. اهو بصي كده انا خيطت البر. تقولي لي هو ده الوضع هيبقى كده؟ اقول لك لا، هنبتدي نعمل ايه بقى.
هروح فك الدبابيس دي كده، انا حتى مرضيش في الكومبو هناك عشان ابقى ماشيه معاكي خطوه بخطوه. بسم الله، اللهم احسن ما بين ايدينا. طبعا كل شغلنا بيبقى على ان الكم بيبقى مفتوح، ما بقفلوش الا لما بخلص. تمام اهو، ادي حرزه البطايه. تمام، هبتدي هعمل ايه بعد كده؟ انا هقفل بس الحته ديت هبتدي ان انا هقلب الكم كده، وهتخيطي على نص سنتي اللي احنا قلنا عليها. لما تيجي تخيطي عليها، بسم الله، بصي شايفه شكل الكم ونضيفه زي الفل. يا رب تكون المعلومه واصله لك. هخيطه كله وارجع لك. بصي حبيبتي، اديني كده خيطته من جوه، ادي الظهر اهو. بصي خيطته اهو. تعالي بقى لما هتقلبي الكم، بصي ادي الكم اهوت. طبعا لو في اي زوايد من بره كده انت بتحاولي ان انت تقصيها، بس خلي بالك ان انت ما تقصيش من جسم البلوزه، او من جسم الشميز اللي انت عاملاه، او من جسم الفستان اهو. هبتدي ان انا هقفل ازاي بقى. هقلب الفستان، تمام، وهبتدي ان انا كده كده الزبون هتضيقه شويه، فانا هاخد من جسم الفستان وهقفل بيه الكم على طول اهو يا جميل. وانا رجعت لك كده بعد ما خلصت الكمين اهم. بصي يعني كانك اهو مفيش اي تغيير ولا اي حاجه ولا في اي مشكله. بصي، يا رب تكون افكاري بتعجبك، ويا رب الفيديو ينول رضاكي. اتمنى ان انت تشيريه بحيث ان الكل يستفيد. شكرا لكم للمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. متنسيش اللايك.